مرحبا حبايبي. قصة اليوم اللي بقولها منقولة نقل من صاحبة القصة، فلا حد يقول لي صدق ومصدق هي قالتها وحقيقية 100%. جاهزين؟ صاحبة القصة اسمها أسيل. هذه أسيل قاعد تقول قصتها وهي عمرها 18 سنة، ما عندها لا أم ولا أبو، يتيمة لقيطة من الآخر. 18 سنة عاشتهم في الميتم. تقول لما طلعت من الميتم استحي من كل الناس لأن مالي نسب، مالي أحد يعرفني. هي أسيل طبعا صاحبة القصة من دولة عربية، ما راح أحدد أي دولة لأن هي ما حددت، بس أنا عرفت من اللهجة بس ما أبي أحدد. أوكي، المهم عقب ما طلعت من الميتم ما عندي مكان، ما عندي بيت أسكن فيه، فقمت وعشت بخرابة. تخيلوا تنام بالشارع بخرابة. ما تفتكرون أن الخرابة أحسن من الميتم؟ أحسن من الميتم، بس لما أتذكر اللي صار لي بالميتم وشون كانوا يطقوني ما كان في عدالة، حتى كانوا يفرقون بين الأولاد. ما أقدر أنسى قسوة أيام الميتم. يعني تخيلوا مرة طفل سواها على نفسه، تقول ما تحملت، صرخت كانوا يحرقوني أنا بعد على إيدي. كان كذي شلت الفكرة إني يعني قلت خلاص الخرابة ولا هالميتم. يوم من الأيام كنت نايمة وجت لي واحدة من عمري تصحيني من النوم، تقول لي أنت ليش نايمة هني بالخرابة؟ أنت ما تخافين وأنت نايمة على الخرابة؟ قلت لها وأنت يعني ايش عليك مني؟ أنت تعرفيني عارفة. قالت لها قومي قومي خليني أوديش حق أمي. طبعا رفضت بالبداية، بعدين هذه البنت اسمها سيرين. خذتني بيتهم وامها كانت انسانه مقعده على كرسي. اول ما دخلنا تقول لهم شنو هذا شايبت لنا شو الوسخه جايبتها بالشارع، طلعيها برا البيت. طبعا تقول اسيل انا وايد استحيت وايد، بس سيرين دافعت عني، وامها بعدين لان قلبها وسبحوني واكلوني، حسيت بالنظافه. ام سيرين طلعت انسانه وايد زينه واعتنت فيني وعاملتني مثل بنتها. المهم ترى هم ما عندهم حتى يصرفون على روحهم، يعني هم مو اغنياء، على قد حالهم. تشتغل تروح تعرفون حق السيارات اللي برا وتقعد تنظف الجام، فقلت خلاص انا بعد قاعده اساعدها وننظف الجام. تمام. الايام واحنا قاعد نمسح جامات السيارات مرت سياره بعمري ما شفت بجمالها، خفت انظفها توسخ من هذا اللي عندي تنظيف. المهم قربت ومسحت جامه السياره، واللي كان بالسياره شاب جميل كان يطالعني ما يشيل عينه من علي. ما خلصت تنظيف سيارته عطاني مبلغ يكفينا نعيش فيه اسبوع كامل. تخيلوا كرم هالريال. المهم هالريال صار كل يوم يجي وكل يوم انظف سيارته، وكان يطالعني، ما كان يطالع سيرين بس كان يطالعني انا. يقول بعدين الشاب هذا انقطع، صار له فتره ما يجينا، وانا وسيرين ملينا من التنظيف ووقفنا بالشارع. سيارة كذي من هالسيارات الفخمة فيها مرة لابسة كاشخة والذهب والحالة، نزلت من سيارتها وقاعدة تكلمنا. قالت لنا مو معقولة انتم بهالجمال وهذا شغلتكم تنظفون جام مال سيارات، تعالوا معي وانا اشغلكم شغل مرتب. هالسيارة وفعلا تقول أسيل انا بعمري ما ركبت سيارة، كل اركب باص بالميتم. فقاعد طالع السيارة، اول مرة اركب سيارة حسيت اني انا واحدة من الناس الراقين. المهم سألناها قلنا لها شنو طبيعة الشغل اللي بتشغلين اياه؟ قالت نطلع ونوصل للمكان وان شاء الله تتعرفون على الشغل. وصلوا المكان، نزلوا المكان كان حيل راقي، كان اكو ريال قاعد كان يقول حق المرة هذه الله شنو جايبه معاك اليوم ملكات جمال، ان هذول يحتاجون شوية تنظيف. كانت تقول المرة اي خلاص لا تحاتي انا باخذهم وبنظفهم وبلبسهم وبجيبهم حق اللي بالك، لأن شغلهم عادة يكون بالليل تدرون، يعني ما يكون شغل نهاري. المهم كشختهم ولبستهم ومكيجتهم. تقول أسيل طالع روحي بالمنظرة عقب ما مكيجتني ولبستني، ما عرفت نفسي، حتى سيرين رفيقتي ما تقل عن جمال. المهم وصلنا المكان اللي قالت عنه وقعدتنا على طاولة وعلى أساس إنها تجيب لنا العشاء والويسكي، ولاحظنا إن كل اللي لابسين كله لبسهم غير محتشم، لبس اللي قاعد يرقصون البنات وهذا، واحنا قاعدين ناكل. كلينا وشربنا ويسكي وسكرنا بعد. شنو هالشغل ناكل ونسكر وهذا هو بس. صار بالليل كانت هي المرأة تقول الحين راح يبدي شغلكم، احنا جاهزين. شنو الشغل؟ تقول تروحون مع هالشابين هذيلا بيتهم. نعم صدق سكرنا بس ما فقدنا عقلنا، رفعنا ملابسنا وقبضنا كنا لاحقنا من عندي هذه شنو لاحقهم كلب لان ما لحقت عليهم المره. وصلوا البيت اللي نسوا ام سيرين ونسوا ام صخر رفيجه ام سيرين ورفيجتها طقونا طق على الاشكال اللي دخلنا فيها البيت، نتفونا بالخيازرين من كثر ما طقونا العلامات على الوجه والكدمات وهذا. وثاني يوم رحنا مره ثانيه حق شغلنا ننظف جام السياره.
اللي احنا رايحين ننظف السيارات يرجع هذا الشاب اللي قلت لكم عنه اللي من قبل فتره ويشوفني وينزل عسى ماشر شنو فيك؟ ليش هالكتمات؟ الشاب انزين ايه كان اقول له بعد بروح اقول له قلت له سياره دعمتني وهذا ما صدق خذاني وحتى نسينا سيرين رفيجتي والله كدماتها اكثر من كدماتي وما بقى اشعه ما بقى شيء بس يبي يطمن علي. بيردني حق رفيجتي سيرين سالته قلت له انت يعني ما تعرفني ولا شيء ليش تعاملني بهالطريقه؟ كان يقول لها ما ادري ليش من اشوفك في شيء في قلبي بعيونك احس سحر. المهم وصلها سألني قال لي زي ليش تشتغلون هالشغلة؟ فقلت له قصتي كاملة ما خشيت عنه ولا شيء. قال لي عندك موبايل؟ لا والله ما عندي موبايل ولا هم يحزنون. قال لها خلاص عيل اشوفك ان شاء الله باكر ورداني ووصلني عند سيرين رفيجتي وردينا انا وياها البيت. اليوم كالعادة رحنا على اساس ننظف جام السيارات انا وسيرين ومنو يطلع لنا؟ تطلع لنا هذه المرة وتهاوشنا وطقنا بالشارع. الا ان هذا الشخص نسيت اقول لكم ترى قال لي انه اسمه احمد وساعدنا وانقذنا وخذانا وركبنا معاه السياره. اول ما ركبنا عند السياره كان يعطيني كيس كذي بديني اللي داخل الكيس شنو؟ موبايل. شرالي موبايل. فقالت سيرين احنا ما نقبل ناخذ موبايلات. ارد على سيرين واقول اذا انت ما تقبلين انا اقبل. وخذيت الموبايل وصرنا نتواصل مع بعض انا ويا احمد. احمد قال لنا لا تشتغلون راح ادور لكم شغل ولكن تعرفون انا ما عندي نسب. هذه اسيل الكلام ما عندي نسب فكان وايد صعب انه يلقى لي شغل فقام يعطيني فلوس تكفيني انا ويا سيرين وامها. ما كنت ارفض بعد شو اسوي ما باليد حيله يعني. وان احمد صار يكلمني باليوم 6-7 مرات. ليه ذاك اليوم قال لي انا ودي اخذك واعرفك على اهلي وفعلا رحت معاه عشان اتعرف على اهلي. خجلانه شلون بقابل اهله؟ ايش بقول لهم؟ لا نسب لا كافي اني لقيطه ايش بيقولون عني؟ بيت اهله وكان من اللي موجود مره وريال واولاد 2. فهو قال لي هذه اختي وزوجها وعيالهم. في ترقب انطر اشوف امه ابوه. بعدين كان يقول لي امي وابوي وعندي خوات 2 ماتوا قبل 4 سنين في حادث سير. وتاثرت وقلت له الله كل هالفتره اللي كلمنا بعض ولا مره يجي طاري امك وكل ما يبك طاري امك تغيري الموضوع. كان يقول لها ما حبيت اقول لك. طبعا قعدت وياهم وتعشينا وكذي ووصلني احمد للبيت. طبعا انا نسيت اقول لكم ان احمد ترى تعرف على ام سيرين وام سيرين وايد حبته. وبعد اسبوع تقريبا دق علي احمد وقال لي ان اخته طبعا اخته اسمها ولاء وده تعرف على سيرين وامها. قلت حياهم الله. زارتنا ام سيرين وسيرين حبوها وايد وهي حبتهم وفاجأتني انها قاعده تطلب ايدي من ام سيرين. استغربت انها قاعده تخطبني حق احمد ما جاب لي سيره. قلت لها شو تقول ايه هو حب يسوي لك اياها مفاجاه فهل تسمحون لنا؟ طبعا وافقنا. سيرين طلبت انه يتقدم احمد رسمي وتقدم احمد لكن طبعا اللي اخر الزواج وايد وهذا ان انا ما كان عندي اوراق رسميه. الله يسامحك يا يمه وابوي. لا تمت الخطبه وسيرين كانت طايره من الفرح حقي. المهم قلنا انا وياها يوميا نطلع نتسوق ونشتري اغراض العرس. اسيل طبعا انا اسيل تقول انا صدق محرومه وكنت يتيمه بس ما كنت اقصر عن رفيجتي سيرين بولا شيء. كنت كريمه معاها. يوم العرس وطبعا قبلها خذيت ام سيرين وسيرين وشريت لهم افخم الملابس. طبعا عرسي كان بافخم الاوتيلات. عرس خذاني احمد ورحنا هي فيلا هي قصر شيء دخلنا كان بانتظارنا ام رفيق. طبعا هذه اللي راح تساعدني بالبيت سلمت علي وكانت مجهزت لنا العشاء وكاويه هدوم احمد. اتمنى ان هي راح تروح تخلينا الفتره نقعد مع بعض وكانت ايام جميله جدا. رحنا بعدها شهر العسل بتايلاند. شفت بتايلاند شغلات والله ما شفتها. عقب ما ردينا من شهر العسل قلت حق احمد الله يخليك بدق على سيرين وامها ولهت عليهم خلنا نعزمهم على الغداء عندنا اليوم. طبعا يو عندنا وسيرين كانت منصدمه من اللي قاعد تشوفه من الفخامه ومن المكياج كل شيء عجبها حطيته لها وعطيتها اياه. مر على زواجنا 2 عشت عيشه الملوك انا ويا احمد. ذاك اليوم احمد عزمني على العشاء وقلت له الله يخليك خلنا نعزم سيرين انتي معانا. ليش لا اللي تحبينه نسوي. اتصلت بسيرين وطارت من الفرح وجهزت ومرينا خذيناها ورحنا تعشينا من افخم الفنادق. بعد ما خلصنا العشاء تقريبا قام احمد وقامت سيرين يروحون تكرمون الحمام. كان في مره قاعده ورانا ما انتبهت لها طول الوقت جت لي عند طاولتي وسالتني قالت لي شنو تصير لك هالبنت الاموره الحلوه اللي معاكم. انا توقعت انها تبي تخطب سيرين لان سيرين صدق جميله.
قالت لي بس حبيت اقول لك ديري بالك منها. قلت لها ليش؟ تقول لي بس ديري بالك منها. موفقه حبيبتي. وراحت المرة. تقول اسير رديت البيت وظل الكلام براسي، يا ترى شنو اللي سوت سيرين اللي خلت المرة تتكلم عنها كذي؟ مرت الايام ونسيت الموضوع. يوم من الايام ياني تليفون، الا منو داق علي؟ داق علي سيرين تقول لي انا عازمتك على غدا. شوفي ما بي اعتذارات، بتين يعني بتين. انا ركبت سيارتي، نسيت صدق اقول لكم ان هي تعلمت القياده وريلها شرى لها افخم السيارات، وراحت بيت سيرين، وكانت سيرين سويت لها كبسه. تقول وقعدت اكل الاكل لذيذ لذيذ، كل ما خلصت تحط لي، كل ما اخذت لها بس بموت. طفحتني. بعد ما خلصنا الاكل طبعا شربنا الشاي وكذي، وسلمت عليهم وحطيت لهم المقسوم، دائما اعطيهم فلوس، ورديت البيت. شنو كبسه يعني مكبوس يعني، اوكي. المهم تقول رديت البيت احس ان بطني ثقيل ماني كان باستقبالي احمد وحس اني انا تعبانه. قلت له ثقلت الظاهر بالاكل، ام رفيق ما بقى نعناع ما بقى مرميه كله شربته، وهم احس بطني ماني قادره. دخلنا غرفه النوم انا واحمد على اساس ننام وهذا، بس ما قدرت انام. قاعد اقول قلبي الله لا يوفقك يا سيرين، ايش سويتي فيني؟ وطلعت هديت الغرفه الساعه 2. الالم كان لا يطاق، فنزلت المطبخ بدور لي على دواء، كان القى ام رفيق قاعده. قلت لها شو مصحيك يا ام رفيق؟ ليش قاعده لهالوقت؟ اللي اشوفها تطالعني هذه ام رفيق، وعيونها مثل الدم حمراء، وتضحك. استغربت. تقول اسيل انا طبعا فيني الم واشوف شيء قدامي كذي، ما حسيت بروحي الا انا اغمى علي واقعد الا انا بمستشفى والكل حولي. كان احمد وسيرين وام سيرين وام رفيق سووا لي كل الفحوصات، ما فيني ولا شيء. رجعت البيت بس ما كنت حاسه بطمأنينة من اللي صار. اكلم احمد يهدني ويمشي ما يرد علي. استغربت ان احمد ما رد علي، راح. وام رفيق راحت تطبخ الغداء، وانا قلت خل اروح اغفي لي شوي. رحت الغرفه، مداها عيني غفت الا اشوف مره كبيره بالعمر ماسكه سكينه على راسي. قعدت الا انا ورديت على الفراش مره ثانيه، بس قلبي قاعد يرقع، احس ان احد معي بالغرفه، والله اني احس ان في احد معي بالغرفه. قلت خل انزل تحت المطبخ احسن. نزلت الدرج شوي وقعدت، وجت ام رفيق حطت لي شوربه، توني باكل اللقمه الاولى اللي اشوفها دم، الشوربه كلها دم. وتقول لي ام رفيق ايش فيك؟ هذه شوربه بسم الله عليك. تقول هديت الشوربه بعد ما قمت اكل، ورحت الحديقه، حسيت براحه وانا بالحديقه. وانا قاعده بالحديقه على راحتي الا احمد وصل. اقول له حبيبي ايش فيك؟ ما يطالعني ما يكلمني، قال انت مالك شغل فيني. تخيلوا وانا ما سويت له شيء، ما سويت له ولا شيء، يعاملني معامله جديده علي، قاعد استغربها. حتى ما قام ينام بغرفتي، صرنا كل واحد ينام بغرفه. العيشه مع احمد صارت لا تطاق، لانه قاعد يحسسني انه يعني ما يطيقني خلاص. ذاك اليوم رحت الصالون، وانا بالصالون اسمع صوت مره تقول طفي الاغاني. يا ربي ما قاعد اسمع اغاني، وانا اصلا ما شغلت اغاني. هي تصارخ وانا ادورها ما اشوفها. قلت لها، قالت لي انا ما راح اخليك بحالك، انا راح اظل كله وراك. تقول منو انتي؟ قمت اقول لها منو انتي؟ وريني. تقول لي تضحك وتقول انتوا بني ادم كلكم خونه. الكلمتين وتضحك بصوت عالي. فجأة لقيت ام رفيق قاعد ترش ماي على وجهي ازرق، وصوتي حده مبحوث. طبعا مسكينه ام رفيق كانت هم تقرا علي قران، وانا حيل كنت تعبانه. يا الليل وعيست ادق على احمد، ادق عليه ما يرد علي. طبعا وايد ضعفت، وايد صرت ضعيفه، وايد تاثرت. صار بالليل ويا ليت الليل ما يجي. من صار الليل وانا بغرفتي اللي تجيني وحده ضعيفه شعرها اسود طويل، حاطه كحله بعينها، تضحك تقولي تعالي معاي انا امك، وخذتني ولحقتها ورحت معاها. ضلينا انا وياها نمشي وانا الحقها عشان نشوف واحد وايد شاب جدا جميل. تقول لي وهذا ابوك، واثنيناتهم قاعد يضحكون علي. تقول اطالعهم واقول ما اعرفكم، انا ما اعرفكم، ما اشوف الا هذه اللي شعرها طويل. تقول امي خذت حبل وربطتني عند القبور. تقول لها الله يخليك ردوني وين ما يبتوني. تقول قاعد انا من القبر اشوف الناس اللي ميتين من القبور قاعد يطلعون كلهم يضحكون، غير ان اللي قاعد يطلعون